اذكر الله وصلى على النبي بالصيغة اللي تحبها، المهم انك تصلي عليه. كان لملك وزير لا يعرف الا الحق، وكان دايما لما الملك بتحصل له مشكلة الوزير بيقول له لعله خير. وده كان احيانا بيعصب الملك، لحد ما جه في مرة الملك وقع من على حاجز عالي الارتفاع، وده تسبب في جرح، واضطر الدكتور انه يقطع صباع الملك. ولما عرف الوزير قال للملك لعله خير. وهنا اتعصب الملك وقال ايه الخير اللي هيجي من ورا قطع صباعي؟ انت فرحان ان صباعي يتقطع؟ وامر بحبس الوزير. وقال الوزير لعله خير. وبعد مدة من الزمن قرر الملك انه ينزل يصطاد لوحده بدون حراس. وتاه الملك، وقع في ايد قبيلة بتدور على حد تقدمه قربان للآلهة. وبعد ما تم تجهيزه عرضوه على كبير القبيلة، ولقى إن القربان مش كامل بسبب صبع الملك المقطوع. وأمر وقتها كبير القبيلة إنهم يفكوا سراحه ويمشوه. ورجع الملك وهو فرحان وسعيد إن صبعه اللي اتقطع هو سبب نجاته. وأمر بالإفراج فورا عن الوزير وصرحه بكل اللي حصل معاه. وسأله وقال له لما قلت لي لعله خير، لما صبعي اتقطع كان فعلا خير. ايه الخير في حبسك خلاك تقول لعله خير؟ رد عليه الوزير وقال له من المعتاد اني بكون معاك في كل مشوار بتعمله، يعني لو ما كنتش محبوس وجيت معاك كان زماني انا اللي بتقدم قربان بدلا منك. المقصود من القصة ان اي شيء بيحصل في حياتنا بيكون وراه سبب ربنا وحده هو اللي اعلم بيه. يعني ما تزعلش لو حصلت لك مشكلة مهما كانت كبيرة، فيه اللي أكبر منها. وساعات المشكلة الصغيرة بتكون حاجز لمشكلة أكبر منها، بس أنت ما تعرفش. لو القصة عجبتك شاركها لغيرك علشان يستفيد، لعلها تكون صدقة جارية يقبلها ربنا سبحانه وتعالى. وما تنسانيش في المتابعة ودعوة حلوة منك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.